يا مساء الجمال. حكايتنا النهاردة عن الطيارة اللي هربت بالذهب والسبائك في نص الليل. الطيارة كانت لسه قايمة من الأرض وصوت الموتور بتاعها طالع بالعافية من كتر الحمل اللي فيها، والطيار مرعوب وعمال يزعق ويقول احنا كده بنروح في داهية يا ست بديعة، الشيلة دي هترمينا في البحر. قامت الست دي ردت عليه بكل برود وهي بتبص للسما وقالت له طير يا ابن الإنجليزي، نقع واحنا معانا قرشنا أحسن ما نعيش هنا غلابة ومحبوسين. ايه اللي خلى بديعة مصابني تعمل كده؟ وايه هو السر اللي كان في الخزنة وخلى الملك والمخابرات والضرائب يجروا وراها؟ قبل ما ندخل في الحكاية ونعرف ازاي الست دي ضحكت على الكل، أنا شايفة إن التفاعل نايم خالص، والفيديوهات اللي فاتت كانت محتاجة تشجيع أكتر من كده. لو حابين إن القناة تكبر ونكشف المستور، انزلوا دلوقتي اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وشيروا الحكاية دي في كل حتة. دعمكم هو اللي بيخليني أدور على الأسرار اللي متغطية بالتراب. بديعة مصابني ما كانتش مجرد فنانة، دي كانت حكومة لوحدها في قلب القاهرة. الكازينو بتاعها في ميدان الأوبرا كان هو المكان اللي بتطلع منه أخبار البلد كلها. في الوقت ده الراقصة اللي كانت مكسرة الدنيا عندها هي حكمة فهمي، والسر اللي محدش يعرفه إن حكمة كانت بتستخدم الكازينو عشان تقابل الجواسيس الألمان وتعرف منهم أسرار الإنجليز، وبديعة كانت هي الستارة الكبيرة لكل ده، كانت بتداري عليها وتأمن لها المكان عشان تنقل المعلومات اللي تهز جيوش. مش بس كده، ده أنور السادات نفسه لما كان ضابط صغير ومطارد من الإنجليز كان بيستخبى أحيانا في كواليس كازينو بديعة. بديعة كانت عارفة إن في عمليات فدائية بتتم ضد الإنجليز، وكانت بتشغل البنات اللي عندها عشان يسحبوا لسان الضباط الكبار في السهرات ويعرفوا تحركات الجيش الإنجليزي. يعني الكازينو كان عيش دبابير مخابرات عالمية، وبديعة هي اللي ماسكة الخيوط بذكاء ملوش زي. الثروة اللي جمعتها الست دي من ورا اللعب مع الكبار كانت تخلي الواحد يتجنن. كانت بتشتري عمارات كاملة في أرقى حتت في مصر، ومحدش كان بيقدر يفتح بقه معاها. الملك فاروق شخصيا كان بيعمل حساب لسانها، ولما بدأت تزيد قوتها والناس تلتف حواليها قرروا يكسروا شوكتها بموضوع الضرائب. وفي سنة 1949 الحصار بدأ يضيق عليها، وعرفت إن في عصفورة مزروعة جوه الكازينو بيعد عليها نفسها. حتى السواق بتاعها كان بياخد فلوس عشان يراقبها ويقول هي راحت فين وجت منين. هنا بديعة قررت تلعب اللعبة الكبيرة، بدأت تبيع أملاكها وعماراتها في السر، وبقت تحول كل مليم لسبائك ذهب وجواهر، لأنها عارفة إن الفلوس الورق سهل تتمنع في المطار، لكن الذهب هو اللي هيسندها بره. كانت بتخبي الذهب في صناديق خشب وتغطيها بقماش قديم ومبهدل عشان اللي يشوفها يقول دي كركبة وما يشكش في قيمتها. وفي ليلة الهروب بديعة ما لبستش فستانها الغالي، دي لبس ستات غلابة، وغطت وشها بالكامل واتفقت مع طيار إنجليزي يهربها من مطار ألماظة بعيد عن العين. المفاجأة إن الطيارة وهي قايمة من الأرض الموتور كان صوته عالي جدا من كتر الحمل اللي في الصناديق، والطيار خاف وصرخ فيها وقالها إحنا بنموت يا بديعة. ردت عليه بكل جبروت نقع وإحنا مستورين أحسن ما نعيش هنا مكسورين. وفعلا هربت ووصلت لبنان، وفضلت هناك ملكة لحد ما ماتت سنة 1974. واللغز اللي لسه محيرنا، مين الشخصية الكبيرة اللي فتحت لها سكة المطار؟ ومين اللي خاف من مذكراتها وسابها تمشي بالذهب عشان تسكت وما تفتحش بقها بأسماء الكبار؟ الحكاية دي بتعرفنا إن دهاء الستات ملوش حدود. استنوني في الفيديو الجاي عشان اللي جاي أسراره أتقل بكتير. سلام.